السلام عليكم يا جماعه. النهارده فيديو جديد. احنا النهارده نازلين مصر ومحمد ابو مجدي هينزل معانا. محمد من امبابه صاحبي وصديقي هنا في اوكرانيا. واتي ان شاء الله النهارده فلوج يعجبكم كده، نوصل مصر بالسلامه. هتشوفونا ان شاء الله الاجراءات كلها، هنقول لكم في المطار هنعمل ايه، وشويه مطار بقى وديوتي فري والحاجات من اللي انتوا متنسوش بتحبوها. تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه عشان اخويا الزعيم، واستنوا بينا. يلا نروح على المطار ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. طيب يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، في ناس كتير سالتني قوي ايه اللي بيتم بين اوكرانيا وروسيا، وهل في حرب ولا الدنيا هتمشي ازاي الايام اللي جايه في اوكرانيا. فتعالوا اقول لكم بس القصه من الاول سريعا كده. ان في 2014 روسيا فعلا خدت جزيره الكرايمية او جزيره القرم في اوكرانيا، احتلتها بالفعل، ولغايه دلوقتي لسه في حرب هناك وبيضربوا في بعض عشان الجزيره دي موقعها استراتيجي كبير جدا على البحر الاسود. فروسيا خدتها. ده كده كده ده اللي بيحصل دلوقتي. ايه اللي بيحصل الايام الجايه بقى؟ دلوقتي روسيا مش عايزه اوكرانيا تخش حلف الناتو. حلف الناتو ده عباره عن ان الاتحاد الاوروبي بيتسلح من حلف الناتو، وان لو في دوله عدوانيه هجمت على اي دوله منهم اكنها هجمت على دوله واحده. فاوكرانيا طلبت الانضمام لحلف الناتو، فعلا كانت داخله في شراكه مع الاتحاد الاوروبي. بس روسيا مش هتسمح بكده. ليه؟ لان اوكرانيا تعتبر الامن الوطني بتاع روسيا. فتخيلوا مثلا ان حلف الناتو ضم اوكرانيا، يعني ان هو كده هيحط اسلحه في اوكرانيا، فمعنى كده ان روسيا بقت مفتوحه على الابواب من كل حته. فهي المشكله دلوقتي في العموم يعني ان روسيا بتتخانق مع امريكا ومش عايزه الاتحاد الاوروبي يضم اوكرانيا. فالمعركه كلها بتاعه الحرب في ارض اوكرانيا. اوكرانيا ملهاش علاقه بالقصه دي كلها. الفكره ان اوكرانيا اتظلمت في النص بين امريكا وروسيا، لان اوكرانيا ما ينفعش تنضم لحلف الناتو، ولا روسيا عايزه ان اوكرانيا تنضم هي والسويد وبولندا والدول دي كلها للحلف. لان لو انضمت يعني كده معناه ان روسيا بقت مفتوحه على البحر لاي هجمه من حلف الناتو، وده اللي مش هيسمح بيه بوتين. طبعا ايه اللي بيحصل الايام دي زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. روسيا عماله تبعت معدات قويه جدا على الحدود البيلاروسيه والحدود الاوكرانيه، لان بيلاروسيا اللي هي روسيا البيضاء طبعا دوله حليفه لروسيا، فبتبعت معدات على هناك وعلى الحدود الروسيه الاوكرانيه، لان في اي لحظه ممكن يهجموا او يعملوا مناوشات. وطبعا روسيا مستعده للحرب بشكل كبير. في فرق شاسع طبعا بين الجيش الروسي والجيش الاوكراني. لو انت سالتني اقول لك طبعا الجيش الروسي مصنف من اعلى الجيوش في العالم. الجيش الاوكراني ما اعتقدش ان هو ياخد اكتر من 48 ساعه. وزي ما انتم شايفين في الفيديو كده، ده مستشار من امريكا بيقول لهم ان احنا هنعمل عقوبات كبيره جدا لو روسيا دخلت اوكرانيا. فزي ما انتم شفتوا كده الروسي بيضحك عليه ضحكه سخريه، يعني ان انتم ما تقدروش تعملوا حاجه. فالموضوع دلوقتي كله ان روسيا مستعده للحرب في لحظه، او مستنيه حد يعمل اي حاجه عشان تحارب. هم واقفين على الحدود لغايه وقتنا هذا، وانا بعمل الفيديو ده في اكتر من 150 الف جندي حوالين الحدود الاوكرانيه. هل روسيا هتهجم ولا لا؟ انا بالنسبه لي حاسس ان كل دي تهديدات وضغط عشان بس اوكرانيا ما تنضمش لحلف الناتو، وممكن يحصل شويه مناوشات بسيطه كده على الحدود، لكن ما اعتقدش ان الحرب هتقوم. بس الايام اللي فاتت دي حصل شويه حاجات سخنه كده. روسيا عماله تبعت مجندين وطيارات وحاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين برضو في الفيديو دلوقتي، وده خلى القلق يحوم شويه. حتى في اوكرانيا بداوا يقولوا لو حصل حرب ولا حصل اي حاجه جهزوا نفسكم ان انتوا تروحوا دول مجاوره يعني او دول صديقه. وحتى بولندا قالت لو حصل حاجه زي دي بيتنا مفتوح للاوكران وهكذا، لان بولندا تعتبر الحدود بتاعتها مع اوكرانيا زي مصر وليبيا كده، فهم دول اشقاء. طبعا تركيا بتحاول تهدي الموقف، او كله بيحاول يهدي الموقف، لان المشكله مشكله غاز ومشكله حلف ناتو ومشكله حاجات كبيره جدا. انا عايزك بس لو عندك معلومه او عندك فكره اكتبها لي تحت في الكومنتات عشان الناس تفهم اكتر ايه اللي بيحصل. ده الموضوع ببساطه ان روسيا مش عايزه اوكرانيا تنضم لحلف الناتو، وروسيا احتمال كبير قوي تهجم في اي وقت، لان ده اللي هيحصل الايام الجايه. كملوا معايا الفيديو ده للنهايه، واتمنى الفيديو ده يوصل ل 2000 لايك. كملوا معايا الفيديو ده للنهايه، واتمنى الفيديو ده يوصل ل 2000 لايك لو انت استفدت معلومه. وما تنساش تشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال تعالى عندي على الانستجرام اهو زي ما انت شايف كده، تعالى اسالني او كلمني وقول لي ايه اللي هيحصل ومش هيحصل. تكمله الفيديو ده ان شاء الله احنا هننزل مصر وهتشوف الاجراءات بتاعه الكورونا، ولو معاك PCR ولا لا، او واخد التطعيم ايه اللي هيحصل. كل ده هتشوفه في مطار اوكرانيا لغايه لما نوصل مصر ان شاء الله. كملوا معايا الفيديو، يلا بينا. مصطفى يا عودة يا عودة عودة مصطفى عودة مصطفى حبيبي يا عودة يا عودة عودة.
عايشه في كييف عارفه الكوبري ده كويس جدا، لان ده الكوبري اللي هيودينا لباب المطار دلوقتي حالا. فعايزكم تستمتعوا معانا بالجوله، هوريكم ايه اللي هيحصل جوه، وهقول لكم برضو حاجات مفيده جدا عن موضوع الكورونا وانت مسافر تجيب ايه معاك وما تجيبش ايه. بصوا احنا دلوقتي بنلف اهو، ده مدخل مطار بريسبول هناك اهو. هنمشي برضو مع بعض لان انا بحب اروق عليكم كده، فانتوا تروقوا عليا باللايكات. لو لسه ما عملتش لايك دوس لايك، ولو عملت لايك اكتب كومنت عادي يعني. فاحنا رايحين نركن اهو عشان نخش المطار، فكملوا معايا كده عشان هوريكم كل حاجه. لو انت عايش في اوكرانيا او جاي اوكرانيا هتعرف ايه اللي بيحصل جوه. طبعا ده مدخل المطار مكتوب عليه شويه تعليمات كده بخصوص الكورونا، والبس الماسك والكلام ده كله. ده بوابه التفتيش، فاحنا هنخش بقى عشان نطير على مصر ان شاء الله. هنا احنا بنلف الشنطه بالطريقه دي عشان محدش يفتحها ويقعد يبوظها بقى او تقع او بيرموا الشنط والكلام ده كله. دي بتكلف 100 جريفنا حوالي 70 جنيه، حوالي برضو $5. فتعالوا نكمل كده نشوف هيعملوا معانا ايه جوه. احنا دلوقتي هنا اهو عشان ناخد التيكت بتاعتنا، وحاليا واقفين على جنب كده مستنين دورنا عادي يعني مفيهاش حاجه. فخليكم معانا يعني اتبسطوا واستمتعوا. دلوقتي ده بقى هنا الحته دي كلنا بنقلع كل حاجه بقى، بتقلع الكوتشي والشراب واي حاجه جلد واي حاجه مش جلد عشان تتفتش، عشان ما يكونش فيه خطوره على الطياره. لازم طبعا الضابط يبص لك في وشك جدا، فانت تبص له في وشه جدا وبس وتعدي. ودلوقتي دخلنا المطار اهو، وصلنا وخلصنا الاجراءات كلها زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده. لسه بقى نخش ناخد جوله في الديوتي فري وانتوا هتيجوا معانا، وبعد كده هنوريكم الاجراءات وطلبوا مننا ايه. طبعا هم شافوا الPCR بتاعنا، هوريه لكم دلوقتي. ويلا نكمل الفيديو ابو مجدي. تعالوا نشوف هنلاقي ايه في الديوتي فري. يلا. هنلاقي حاجات حرام احنا مالناش دعوه بيها طبعا. مالناش دعوه بيها اهو. الطياره اهي كمان هنعمل كل حاجه. يلا بينا نكمل الفيديو. عمرو بازوكا. لايك. دي تقريبا طيارتنا بتركن اهو، الراجل بيركنها هنا على اساس ان هو اللي واقف تحت ده بيركن الطياره داخل علينا اهو. تعالوا بقى اقول لكم حاجات مهمه جدا جدا دلوقتي. طبعا يا جماعه في ناس كتير سالتني قالوا لي نعمل ايه واحنا مسافرين او احنا جايين من مصر. كل اللي انت محتاج تعمله PCR زي ده، تحليل كورونا. احنا عملناه في اوكرانيا ب 850 جريفنا، كان ب 850 ابو مجدي. اهو وري لهم التحليل اهو. ده معمل ديله من اكبر المعامل في اوكرانيا اهو مختوم، والباركود لازم طبعا يبقى بالباركود. لو انت بقى واخد التطعيم اي تطعيم كان، كل اللي انت محتاجه شهاده التطعيم، مش محتاج تاخد تحليل الكورونا معاك. لو انت جاي من مصر على اوكرانيا محتاج ان انت تعمل تامين صحي زائد الPCR. لو نازل مصر محتاج الPCR او التطعيم، حاجه من الاثنين، مش الاثنين، حاجه من الاثنين بس كده. تعالوا بقى نطلع الطياره ونشوف الدنيا ايه. اتمنى اكون افدتكم. ما تنسوش تعمل لايك واشتراك في القناه. يلا بينا الPCR اهو عشان هيشوفوه في مصر برضه وفي اوكرانيا في كل حته. يلا. محمد يا برو، تعمل ايه؟ دي مونت بلانك ليجند، حلوة؟ الحاجات اللي انا بحبها جدا. حط شويه كده، حط كلوني. لا احنا هنستخدمها جامده الليجند دي. حلوه. دي بكام؟ دي بكام؟ كده انت بكام كده؟ استنى. 54 يورو. 54 يورو. دي الصغيره دي الكبيره ب 72 يورو. طب حط كلوني. حط كلوني. تعالى ناخد جوله كده نوريهم الاسعار ونوريهم الحاجات. بصوا دي عامله ازاي. جامده. حوالي 100 يورو يا جدعان. تعالوا نوريهم اكتر حاجه الحريم بتحبها اللي هي المسكينه. حريم ابو مجدي، احنا على اليوتيوب ابو مجدي. فين؟ الناس دي طبعا كلها مسافره بس داخله السوق الحره. لهم البنتلي ايه عليها اوفر 20% ب 137 يورو. 137 يورو. بص اللي زي حوالي كام دول؟ 3000 جنيه؟ 2600 2700 جنيه. يا لهوي يا جدعان. انا بحب اجي هنا بقى قبل ما اسافر، اخش الحته اللي هي بتاعه التيست، اقعد ارش على نفسي حبه حلوين عشان اطلع الطياره ايه، ابقى مروق نفسي. فين 1 مليون هنا والله. دي اللي بتطلع التلفزيون ب 200 جنيه. 200 جنيه 62 يورو. بصوا بقى 77 1 مليون عامله ازاي. 62 يورو. دي الصغيره 62 والكبيره ب 77. الكبيره ب 77 يورو. ايه يا جدعان الاسعار دي. بص جميله يا اسطى ال 1 مليون دي. بصوا الناس كلها بتتسوق قبل ما تطلع الطياره. دي مناديل دي ولا ايه. تعالوا نكمل جولتنا يا جدعان، تعالوا نكمل جولتنا. بصوا يا جماعه انا جبت عمرو بازوكا عند ركن الحاجات الغاليه وبغري انه يشتري الازازه دي. تعال نخليه يجربها ونشوف هيقول لنا ايه. ايه ده؟ ال 1 مليون. هترش ال 1 مليون توصل لل 1 مليون. ايه رايك؟ ريحتها كويسه على فكره بس ب 77 يورو. 77 يورو؟ 62 دي الصغيره. بس الكبيره دي ب 77. لا بس ريحتها حلوه عشان اطلع الطياره كده. بس انت لو جبتها هيجي لك هتجيب $1 مليون. عشان 1 مليون يعني. بس اللوجو جميله برضه. طب كده نجرب الهوجو باص. هنجرب اللوجو بس برضه. جرب بس على ايدك بلاش على هدومك عشان اللي رايح ما تكرهش. انا بحب اللوجو قوي.
بس بجيبها من عندنا في انا مصر. بحب المونت الراجل بلانك. بيعملها لي ب 50 جنيه. تعال نخش، تعال نكمل. ابو مجدي مروق علينا. الله عليك يا ابو مجدي. وري لهم كده ايه في حاجات هنا بتاعت بنات مالناش دعوه بيها. احنا ايه نازلين مصر كده على حدائق قبه ومبابه. شوفوا الازايز عامله ازاي والاسعار. بيضحكوا على الناس والله. شايفين الاسعار؟ الحاجات دي كلها تركيب 100 مصانع. دولار. فرزاتشي. طبعا مش عايزين نهزر مع الفرزاتشي. مش عايزين نهزر مع الفرزاتشي. تعال نخش نشوف بيبيعوا ايه تاني غير الحاجات فريزاتشي بتاعت مانع. البنات. تعال نشوف حاجات فرزاتشي الرجاله. مانع. تعال نشوف حاجات الرجاله ابو مجدي. يلا نروح على حاجات الرجاله. الموسكينو. يلا على حاجات الرجاله. الموسكينو فاني دي الازازه المفضله لكل البنات انا عارف. يلا يا زعيمه. يلا يا زعيم. رايحين مصر. يلا يا مصر. يلا نروح مصر. يلا. ابو مجدي هتنورنا في مصر. يلا بينا. يلا على مصر. يلا بينا. يلا بينا على مصر. يلا بينا. رايحين مصر حدائق القبه بقى. حدائق القبه. جاهزه يا زعيمه. امبابه. يلا على مبابه حدائق القبه. يلا نخش الطياره ونطلع ونشوف الدنيا عامله ازاي. يلا بينا. يلا بينا على مصر. والناس كلها مستنيه، ما فتحوش باب الطياره لسه. احنا حاليا داخل الطياره اهو، تعالوا بقى اتبسطوا معانا شويه. هيحصل في روسيا او في اوكرانيا او في الحرب الايام اللي جايه. ما تنسوش بقى تدعمونا ب 2000 لايك. الفيديوهات الجايه كلها زي ما قلت لكم ان شاء الله هتكون في اسكندريه كمان، مش في القاهره. في اسكندريه هنعمل فيديوهات كتيره، وهتكون اول مره فيها تشوفوا والدي ان شاء الله. هيكون معاه في الفيديوهات هو وزوجته الالمانيه. وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم جدا زي ما احنا متعودين. كل جمعه الساعه 8 مساء هتشوفوا فيديو جديد في اسكندريه، اكل بقى بالهبل ان شاء الله. هناكل اكلات كتير في اشهر المحلات في اسكندريه. وما تنسوش تتابعونا عمرو وفيكتوريا، والانستجرام بتاعي زي ما قلت لكم اهو عمرو دوت بازوكا. موضوع سهل جدا، فتابعونا على كل حاجه كده باسم عمرو وفيكتوريا. شكرا لكم جدا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سلام 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 سلام.